بعد اكتساحه لنادي شبيبة القبائل موعد مباراة النادي الاهلي المصري والجيش الملكي المغربي في الجولة الثانية من دوري ابطال افريقيا. بس قبل اي حاجة، لو انت مهتم باخبار النادي الاهلي اعمل متابعة للصفحة عشان يوصل ليك كل جديد. الاهلي داخل على امتحان جديد قدام نادي الجيش الملكي المغربي في الجولة الثانية من دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا. نادي الجيش الملكي المغربي واللي بيحتل المركز الثالث بالمجموعة، وده بعد خسارته في الجولة الاولى امام يانج افريكانز 1-0، واللي كمان بيحتل وصافة بطولة الدوري المغربي في الموسم الحالي، واللي غادر بطولة دوري ابطال افريقيا في الموسم السابق من ربع النهائي على يد نادي بيراميدز المصري، وده بعد خسارته في الذهاب في القاهرة 4-1 وفوزه في الاياب في المغرب 2-0 عشان يغادر ربع النهائي بفرق الاهداف. اما عن الاهلي فالاهلي واصل مشواره الافريقي وبدا دور المجموعات بافضل بدايه ممكنه، فوز كبير على شبيبة القبائل 4-1 في استاد القاهرة بسيطرة من اول دقيقة. الاهداف كانت بجودة عالية جدا. الهدف الاول جاء في الدقيقة 35 عن طريق تريزيجيه بضربة رأس قوية بعد عرضية من زيزو. بعدها بثلاث دقايق بن شرقي بينطلق من الجهة اليمنى وبيمرر كرة عرضية أرضية قابلها محمد شريف بتصويبة قوية وبيسجل الهدف الثاني. لكن بيجي الشوط الثاني وفي الدقيقة 57 الأهلي بيستقبل هدف غريب بعد خطأ مشترك بين ياسر إبراهيم ومحمد الشناوي، وده أثناء استقبالهم العرضية عشان يحصل ارتباك وياسر إبراهيم يسجل هدف في مرمى فريقه عشان النتيجة تبقى 2-1 لصالح الأهلي. لكن الأهلي استمر في الهجمات، وفي الدقيقة 84 رجع من جديد للتسجيل عن طريق تريزيجيه بعد ما حط الهدف الثالث من تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء. وقبل نهاية المباراة وفي الدقيقة 93 بيختم حفلة الأهداف البديل إمام عاشور، بيسجل الهدف الرابع من تسديدة قوية من بره ال 18 عشان يحجز مكانه الأساسي من جديد في مباراة الفريق القادمة أمام الجيش الملكي. أما عن المكاسب الفنية للفريق من المباراة فكانت كبيرة وواضحة جدا للجماهير، وده بعد تألق غير عادي للرباعي تريزيجيه وأشرف بن شرقي وزيزو وشوبير. تريزيجيه في المباراة كان رمز للشراسة الهجومية الغير عادية، أما أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي فكانوا صناع السحر للهجمات من وسط الملعب. وطبعا مع خروج الشناوي مصاب من المباراة ظهروا في دقائق بسيطة جدا البطل مصطفى شوبير اللي قدر يتصدى الهدفين انهم يدخلوا في شباك الاهلي ويثبت لتاني مباراة مدى ثباته وجودته العالية، وده بعد مباراته الأخيرة مع المنتخب المصري أمام الرأس الأخضر واللي اتصدى فيها لضربتين ترجيح عشان يطمن جماهير النادي الأهلي إن عارين النادي الأهلي في أمان في مباراته القادمة أمام الجيش الملكي، وده بعد تأكيد الجهاز الطبي للنادي الأهلي عدم لحاق الشناوي بالمباراة القادمة. أما عن موعد المباراة فالمباراة ستكون يوم الجمعة 28 نوفمبر الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب مولاي الحسن بمدينة الرباط المغربية، وستنقل المباراة على شاشة النقل الحصري للبطولة شبكة بين سبورت. وبكده وصلنا للنهاية. لو انت مهتم بأخبار النادي الأهلي اعمل متابعة للصفحة عشان يوصل ليك كل جديد. كان معكم حسن سعيد.